طب يا جدعان وانا بصور الفيديو ما قعدت اخبط على الشاشه كده، حسيت بتقول كلام مش عجباني كده وبتاع. بعد ما خلصت تصوير الفيديو الشاشه فصلت، قطعت ميه ونور، ما اعرفش ايه اللي حصل لها. يجي بقى الاهم نقطه في الفيديو ده كله، هي امكانيات الكمبيوتر اللي عندي. اخويا الكحيان اللي داخل يتفرج عليا ويشوف ما وراء الكواليس ويشوف انا بعمل الفيديو ازاي. على فكره انا كحيان زيك ما تقلقش، هقول لك على كل حاجه تخص صناعه الفيديو من اول فكره الفيديو لحد التصدير، كمان هقول لك على موضوع المونتاج كله. صلي على النبي بقى في قلبك كده واعمل اشتراك عشان احبك. اعمل بقى لايك. جدع جدع حبيبي، هموت وابقى زيك، انا هموت وابقى زيك، انت هموت. عشان اعمل فيديو زي اللي انت شايفه دوت، فانا محتاج اكتب فكره واقعد قدام الكاميرا اصورها، وبعد كده اخد الفيديو امنتجه على الكمبيوتر، وبعد كده ارفع الفيديو. بس كده خلاص شايف الفيديو. صح، ده في امكانيات هتتقال وفي موضوع ازرق. تعالى معايا بقى، ابقى ورقه وقلم واكتب المقادير دي كلها. اول حاجه هو ان انا لما بكون قاعد بفكر كده في فيديو، فبجمع الفكره واكتبها على برنامج اسمه كيب نوت. وعايز اقول لك ان احلى واجمل الافكار بتجيلي وانا بستقنيس في الحمام، ودي على فكره مش حاجه غريبه، كلنا بيجي لنا الافكار الخرافيه الجهنميه التحفه دي في الحمام، بس الفرق ان انا بقوم جايبها واقوم كاتبها على طول عشان ما انساهاش. يعني في افكار بتجيلي تحفه وانا في الحمام، مش عارف ليه، بس يعني هو كده. جبت الفكره وكتبتها، حلو. بعد ما بجيب الفكره بروح للمكان اللي هقعد اصور فيه. طب انا بصور بايه؟ انا بصور بتليفون رينو 6 5G. التليفون ده من 2021، بيجي ب 8 جيجا رام وكاميرا 64 و8 و2، وبيصور 4K بالكاميرا الخلفيه، و128 جيجا مساحه، وكاميرا اماميه 32 ميجا بكسل وبتصور ب 1080، وبروسيسور دايمنسيتي 900. مش مهم بقيه الامكانيات، انا مش جاي اعمل له ريفيو اصلا، ده انقرض، ده من 2021، بس انا بقول لك على الامكانيات اللي احنا هنستخدمها عشان نبدا نعمل فيديو. انا كنت بصور وبمنتج وبعمل الصمنين وبعمل كل حاجه بالتليفون ده، وبصراحه ما اثرش معايا في اي حاجه والله. لحد النهارده التليفون ما بيهنكش ثانيه واحده، فهو مقضي الغرض معايا وبزياده كمان. ولو هجدد فانا في الاغلب هجيب اوبو احدث من ده، يا اما هجيب اندرويد، لان انا ما بحبش الايفون، انا مستحيل امسك ايفون، بكرهه، فهجدد لاندرويد احسن من ده. المهم مش موضوعنا. انا بصور اغلب فيديوهاتي بالكاميرا الاماميه اللي هي دي القطعه 1080، عشان مش بعرف اظبط الكاميرا الخلفيه قوي يعني واخليها 4K وبتاع، وخصوصا ان انا ما ببقاش شايف نفسي، فلحد ما اضطر اجيب شويه حاجات كده تخليني اقدر اشوف نفسي بالكاميرا الخلفيه، فممكن ابقى اصور فيديوهات ب 4K وكده. اوكي. بستخدم مايك ايه بقى؟ بستخدم مايك بويا ام 1 اللي هو انا بصور منه دلوقتي ده. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا في الكاميرا، بس يعني هو ده. بس انا عنه بطريقه مخفيه كده عشان اشتغل. بستخدم ترايبود للتليفون عشان احط عليه التليفون اصور منه، وسوفت بوكس انا اللي عامله بنفسي، والخلفيه اللي ورايا اللي هي الكمبيوتر والحاجه اللي بعد منتج عليها بعد ما بخلص يعني. وبستخدم تليفون تاني بسجل عليه الصوت. التليفون ده اللي هو سامسونج على ابو كلاب كده قديم، بس بسجل فيه الصوت، يعني بياخد الصوت بجوده كويسه، مش عارف ازاي يعني بياخد الصوت بجوده احسن من الكمبيوتر. جربت اسجل قبل كده على الكمبيوتر، الجوده ما كانتش احسن حاجه، هنا مش عارف بيطلع جوده تحفه خرافيه، يخرب بيتك. طيب حلو، بعد ما بصور باخد الملفات وانقلها على الكمبيوتر، وبعد كده باخد ملف الصوت اول حاجه بعدل عليها وبحطها على برنامج اوداسيتي، بعدل الصوت كده بشويه تعديلات انا فاهمها او حافظها او هي كده انا اخترعتها، بس بتطلع جوده صوت كويسه. بعد كده باخد الملفات دي كلها واحطها على برنامج دافينشي، انا بمنتج ببرنامج دافينشي. حلو. نيجي بقى لاهم نقطه في الفيديو ده كله، هي امكانيات الكمبيوتر اللي عندي. اول حاجه معانا وهي الشاشه المعفنه دي، عشان انا ما بحبهاش لان الوانها مش حلوه وصغيره، فهجيب واحده قريب ان شاء الله ممكن الاسبوع الجاي. طب يا جدعان وانا بصور الفيديو ما قعدت اخبط على الشاشه كده، حسيت بتقول كلام مش عجباني كده وبتاع. بعد ما خلصت تصوير الفيديو الشاشه فصلت، قطعت ميه ونور، ما اعرفش ايه اللي حصل لها. تمام حسدت عشان انا مدحتها وان هي فيها امكانيات كتير يعني حلوه وكده، فنزلت جبت واحده غيرها انا والخال. بص بالفيديو نزل لسه جايبينها دلوقتي حالا وهناكل بقى ونروح، مش هركبها لكم بقى سيت. تاني حاجه الكيبورد الميكانيك دوت من تكنو زون. انا بحب الكيبورد ده قوي، مريح وتكاته كده صوتها حلو. المهم بعد كده الماوس من تكنو زون برضو. الماوس ده الماتيريال بتاعته حلوه جدا والتكات بتاعته حلوه ومسكته اصلا مريحه، ويا بقى استحمل معايا كتير قوي، كل ما اتعصب بقى العب مهبده في الحيطه وبتاع، ولسه زي ما هو يعني كويس. بعد كده السماعات اللي بسمع بيها الصوت بتاع المونتاج او وانا بمنتج او وانا بلعب من تكنو زون برضو. بتاعت الحاجات دول من تكنو زون. السماعه دي خلاص بصوا يعني اخواتي كلوها، فهجيب واحده غيرها بكره. في واحده جايه بكره عشان المخدات بتاعتها التشيرت وبتاعها شغاله، بس يعني شكلها بقى على ابو كلاب مش مقام يمشي. نيجي بقى لاهم حاجه وهي الامكانيات بتاعه الكمبيوتر او الكيسه. طيب امكانيات الجهاز اللي عندي، اول حاجه معانا هي البروسيسور اللي عندي هو من انتل اي 5 1650 بسرعه 3.60 جيجا هرتز في 4 و16 جيجا رام، وكارت شاشه من انفيديا جي فورس جي تي اكس 960.
مش احسن حاجه الكارت، بس شغال ما بيهنكش معايا في المونتاج خالص. بس دي كل المعلومات اللي انا اعرفها عن جهازي. هو في حاجات تانية جوه انا مش عارف اقراها اصلا، او مش عارف اتعامل معاها لان انا مش فاهم هي بتعمل ايه، بس دي الحاجات اللي احنا بنحتاجها اصلا في المونتاج، الرامات والبروسيسور وكارت الشاشه والنسخه اللي عندي ويندوز 10 برو، وبس كده. ده كل الحاجات اللي اعرفها عن جهازي يعني. دي كانت كل حاجه بحتاجها عشان اعمل فيديو زي اللي انت بتشوفه ده. فانت ما عندكش حجه، ايا كانت امكانياتك ايا كانت ظروفك تقدر تبدا وتقدر تعمل كواليتي كويسه قوي للفيديو وتقدر تقدم محتوى مفيد. صدقني انا عندي ظروف صعبه زيك، ويمكن انا اكتر منك شويه، بس برضه بحب يعني بعافر وبعمل فيديوهات. فانت ما عندكش عذر انك تبدا فيديو. انا الاول كنت بصور وبمنتج وبعمل كل حاجه بالتليفون بس، لحد ما واحده جبت كمبيوتر، لحد ما واحده جبت سوفت بوكس. لا انا اللي عامله، بس جبت بقى بفلوس برضه. وبعد كده جبت ترايبود، مايك بتاع، فجت واحده. الاول على فكره كنت بصور بكاميرا التليفون، يعني كنت بعمل كل حاجه بالتليفون. هو كان كل حاجه التليفون ده. فانت ما عندكش عذر انك تبدا. صلي على النبي. الفيديو فادك صح؟ فادك. طب ما عملتش اشتراك ولايك ليه؟ ليه ما عملتش اشتراك ولايك؟ بقول لك انت بتاع مصلحتك والله بتاع مصلحتك يا عم. بهزر معاك يا عم. خد دي، اشوفك في فيديو تاني.